فيديو غير مرتب وغير منظم بالمرة. حسيت ان انا عايزة اخدكم معايا لفة كده على التراك، نرغي مع بعض دقيقتين ولا حاجة، واشجعكم تتمشوا واشجع نفسي بصراحة، علشان انا تقريبا طول الصيف ما اتمشيتش خالص. ودي حاجة من الحاجات اللي انا واخدة عليها، كنت مبسوطة بيها قوي من بداية الدايت من 3 سنين. انه المشي ده بيفرق معايا في كل حاجة، نفسيتي، بيفرق معايا في وزني، بيفرق معايا لو لخبطت في يوم واكلت حاجة زيادة، بيفرق كتير جدا جدا، بيطلع كل الطاقة السلبية من جوانا. واصلا مش متعودة ان انا اجي النادي ولا حتى امشي في التراك، كنت بمشي على طول في الشارع. فعشان كده بقول لكم بس امشوا في اي حتة ان شاء الله حوالين السفرة، الموضوع بيفرق بشكل كبير. انتوا عارفين طبعا عندي عمال في البيت وكده، والدنيا عندي صعبة قوي، بتعرض لضغط عصبي رهيب. فكنت محتاجة ان انا انزل اطلع كل الضغط العصبي ده في النادي. المهم، كنت بقرا حاجة كده على الانترنت وانبسطت بيها، وقلت طب والله نتناقش فيها مع بعض، يعني نضيف عليهم حاجة، نتكلم في حاجة تانية. المهم هي ايه؟ هي قواعد السعادة. طبعا في حد من منظوره هيبقى مثلا السعادة في الفلوس، السعادة في الصحة، السعادة في الستر وراحة البال، ده أكيد صحة وستر وراحة بال، أكيد أكيد أكيد. رأي الدين في السعادة، علم النفس في السعادة. فالمهم كنت بقرا يعني في القصة دي، ولقيت تجميعة كده لذيذة. استنوا إيه أقراها لكم وإحنا بنتمشى. التجميعة كلها 8 نقط. أول نقطة فيهم هي إنجاز العمل. يعني أنا لو أنجزت اي حاجه، شغل البيت، شغل الغيط، انجزت اي حاجه. انا كنت فاكره ان دي حاجه شخصيه بصراحه، كنت فاكره انه انا بس اللي لما بخلص اللي ورايا او مطلوب مني حاجه خلصتها انا بحس ان انا سعيده مبسوطه، الحمد لله يا رب، فعلا بحس ان انا مرتاحه قوي. فطلعت قاعده عامه، فنخلص اللي ورانا عشان نحس ان احنا تمام. طول ما احنا ورانا حاجه، طول ما احنا متضايقين وحاسين ان احنا مش مبسوطين. تاني نقطة وهي ممارسة الرياضة. شفتوا؟ العبوا رياضة عشان تحسوا بالسعادة. تالت نقطة التأمل والاستمتاع بنعم ربنا، دي حقيقة. يعني وانت قاعد على البحر، وانت قاعد باصص للسما، وانت بتستمتع بشوية هوا زي اللي مبوظين لي شكلي، وانت بتتنفس كده، بتقول الله نعمة ربنا، الحمد لله يا رب، ببلع ريقي وبتنفس وباكل وبشرب واقف على رجلي. وهي انك تتامل في نعم ربنا كلها اللي حواليك، عيالك، مامتك، ابوك، عيلتك، اسرتك، بيتك، حياتك، نعم ربنا، تلاجتك، اي حاجه اي حاجه، اي الاكل اللي عندك. هي انك تبص على كل حاجه حواليك تقول الحمد لله. فالاستمتاع بنعم ربنا والتامل في نعم ربنا فهي حاجه بتجيب السعاده. القراءه، وهنا بقى نيجي في انه القراءة دي ممكن تبقى قراءة قرآن، اكيد، قراءة اي حاجة. اقروا بقى كده، وانتوا بتقروا تحسوا ان انتوا بتعرفوا حاجة جديدة ومعلومة جديدة، وتسحبكوا في حتة، بتقروا رواية تاخدكوا في حتة تانية، فلذيذة قوي برضه. وتربية حيوان أليف دي حقيقة جدا، بس أنا بصراحة عندي الحيوان الأليف ده يكون كلب مش قطة، عشان ماليش في القطط قوي، بس الناس اللي بتحب القطط بتحس بالسعادة، الناس اللي بتحس بطاقة إيجابية جدا مع تربية الحيوانات الأليفة والكلاب طبعا، طاقتهم جميلة قوي. تعليم مهارة جديدة، يعني أروح أعمل أي حاجة جديدة، دي حلوة برضه، دي بتحسسنا إن إحنا مبسوطين. فتتعلموا رياضة جديدة، تتعلموا تعملوا أي حاجة، فأي حاجة جديدة لذيذة. ممارسة الهواية، يعني أنا بحب أطبخ فأنا مبسوطة، أنا بحب أرسم فأنا مبسوطة، أنا بحب إيه كمان، أغني فأنا تمام. وشوفوا بقى كل واحد هوايته وهو بيمارس هوايتي وبيبقى مبسوط قوي. ومساعدة محتاج، فعلا لو ساعدتوا حد محتاج بتحسوا بانبساط وبراحة. فحسيت التجميع لذيذة قوي قوي قوي. لو عندكم أي إضافة اكتبوها في الكومنتات.